السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة دخلت المطبخ متأخرة شوية، فما كنتش عارفة أعمل إيه، فقلت أسهل حاجة وأسرع حاجة اللحمة المفرومة والبطاطس، فقلت هعمل صينية بطاطس ني في ني ومعاها كفتة، الاتنين يستووا في صينية واحدة. وطلعت الأكلة تحفة وطعمها جميل. تعالوا نشوف عملنا إيه مع بعض، يلا بينا. أنا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليهم بأربع معالق كبار من البقسماط الناعم، وبعد كده اكون عندي بصلايه انا بشراها وسايباها شويه لغايه ما نزلت الميه، وهعصرها كمان من الميه بتاعتها، وبعد كده انزل بالبصل بس اللي هو تفل البصل. تمام. وبعد كده كمان عندي فصين من الثوم، ما تزوديش ثوم كتير قوي علشان ما تقلبش طعم حاجه تانية، ومعلقتين صغيرين من الصلصه البيوريه بيدوها طعم حلو ولون حلو، وكمان بيخلوها طريه مش ناشفه. وبابريكا، وحبهان مطحون، يعني قولي كده نص معلقة، يعني نص ربع معلقة كده صغيرة من الحبهان، وشطة، وكمية البهارات يا ست الكل حسب الكمية اللي انت بتعمليها وحسب ما انت بتحبي، وفلفل اسمر، والملح طبعا كل واحدة عارفة كمية الملح اللي بتحطها قد ايه. وهبتدي بايديا كده ان انا ادعك فيهم كويس لغاية لما تنعم معايا زي ما انتوا شايفين. تمام كده تمام. اكون محضره بقدونس مقطعاه صغير، هنزل عليها على طول، وهبتدي ان انا برضو الفهم لفتين بايدي كده. وحقيقه كنت انا ناسيه البيكنج باودر، وهحط دلوقتي تقريبا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان بيخليها تبقى هشه مش مكتومه. تمام كده تمام زي الفل. برضو هبتدي ان انا بايديا كده ادعكها كويس. لازم تكون الحاجة بتاعتك ناعمة او الكفتة بتاعتك ناعمة عشان تفضل ماسكة، ما تفتلش منك او ما تفكش منك لما تيجي تسويها. طبعا مية البصل اللي عندي انا حطيت عليها شوية من الزيت صغيرين خالص، وهبل ايدي وابتدي اخد الكفتة واصبحها على مسن على معلقة على قلم، المهم يكون الحاجة بتاعتك نظيفة. تمام. وهتبتدي تعملي زي ما انت شايفة كده، تصبعيها على المسن عشان تبقى مفرغة من جوه، ما تبقاش مكتومة، وتبقى عاملة زي بتاعة الحاتي بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هعمل معاكم واحدة كمان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. هبتدي دلوقتي أصبع زي ما انتم شايفين كده اهو. انا طبعا هخلص الكمية كلها عشان متزهقوش مني، وهرجع لكم على طول. هنا بقى هكون محضرة الصينية بتاعة البطاطس. الصينية لا تخش في الفرن عندك، تطلعيها كده وتحطي فيها فلفل وبصل مقطعينهم صغير، وتومية وفلفل أسمر وملح وبابريكا وشطة، وتبتدي يا ست الكل بايديك الحلوين تفضلي تدعكي فيهم لغايه اما البصله بتاعتك تنزل ميتها، والبهارات بتاعتنا تخش كده وتمتزج مع الفلفل والبصل. تمام كده. احنا قلنا ملح وفلفل وشطه وبابريكا. عندك مرقه وعايزه تحطي حطي زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده اكون محضره البطاطس، احنا مقطعينها صغير، فعشان كده قطعت البصل والفلفل صغير، مقطعه مكعبات صغيره عشان تستوي بسرعه، زي ما انا قلت لكم داخله متاخره فعايزه انجز. وهبتدي ان انا اقلبها كويس مع بعض عشان كلها تاخد من البهارات وكلها يبقى طعم واحد. وبعد كده هنزل بطماطم بشراها، يعني كمان ولا عاملاها في الخلاط ولا اي حاجه، اربع طماطمات كده بشرتهم في السريع ونزلت عليهم على طول. كل ده ني في ني بيطلع لك طعم الحاجه بتاعتك طعمها تحفه يا جماعه. مش معنى ان هي ني في ني تطلع طعمها مش حلو، لا، بيطلع طعمها حلو جدا وسريعه للموظفين. لو انت موظفه ومستعجله ورجعتي مثلا من الشغل متاخره، هتعملي الوصفه دي في ثانيه. عايزه تحطي سمنه حطي، عايزه تحطي شويه زيت حطي، انا حطيت زيت. هرص الكفته بتاعتنا الجميله من فوق الوش زي ما انتم شايفين، اي رصه انتي بتحبيها. واتمنى من كل واحده كده لو هتطلع وجبه ولو واحده كل يوم لاي حد مثلا محتاج، هيبقى خير بتعمليه، ويا رب دايما كده يقدرنا على الخير كلنا. هقفل عليها بالورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، وهحطها على النار من فوق لغايه لما تستوي زي ما قلت لكم انا مستعجله. وبعد كده هحطها تحت الشوايه تاخد اللون اللي انتم شايفينه. عايزه تغمقي لون عن كده براحتك. حلو كده زي الفل. احلى صينيه بطاطس بالكفته هتعمليها. طبعا انا هقدمها جنب شويه رز بشعريه، وانا طبعا بتستوي انا كنت عامله رز بشعريه كنت بعمله اهو. تقدمي بقى جنب رز بشعريه، تقدميها جنب عيش، اللي عندك استعمليه. اكله حلوه ولذيذه وسريعه، ما خدتش مني وقت خالص. الوصفه بتاعت النهارده خلصت. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، ولايك حلو زيك والتعليق زي العسل، تقولي لي انت منين بالظبط عشان ارحب بيكي المره الجايه ان شاء الله في القناه عندي. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.